السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من اخر فيديو كنا مع بعض فيه. تعالوا بقى نشوف احنا بنعمل ايه. بس الاول آه يعني بوريكم المنظر العام ايه اخره او بنعمل ايه فيه بالظبط. الاول اقول لكم الفيديو وبعد كده احكي لكم على النظام. الفيديو احنا بنعمل تنظيفات العيد عند حماتي، فانا حبيت بس يعني اديكم نبذه كده مختصره عن الوضع اللي احنا فيه او هنعمل فيه ايه. وعرفكم كمان الفيديو ده معمول على 3 ايام، يعني هو مش كتير او ولا طويل، بس يعني مراحل التنظيف على 3 ايام. عشان كده حبيت ارسكوا على الدور من الاول يعني. فهنا المهم انا بقى استلمت فين الاسبوع عند حماتي. وكان اسبوع العيد، وما ادراك ما العيد، وكل سنه وانتم طيبين. والسنه الجايه ان شاء الله تكونوا عند النبي كده وتكونوا على عرفه ملبيين. اللهم صل على سيدنا محمد. كنا بقى مسكت الاسبوع من اوله، وقلنا طبعا جاي علينا عيد، وطبعا كل واحد اللي بيعمل حاجه بيلاقيها. يعني كل واحد هيعمل شيء هيقعد له في ميزان حسناته، حتى لو ما عدلوش في الدنيا هيقعد له في الآخرة. لأن في رسالة كده جوه الفيديو عايزة أقولها لكل بنت رايحة تتجوز. يعني يا أختي انت وهي، آه، الراجل اللي انت هتاخديه ده هو ما جاش كده من نفسه، أو ما جاش شيطاني. هو الوقتي أمه وأبوه اللي كبروه وخلوه راجل علشان حضرتك تيجي وتتجوزيه. اولا احنا في البيت، او احنا يعني حريم، 5 حريم لحماتي دول، او يعني حريم ولادها 5. المهم كل واحد بيعمل اللي هو يقدر عليه بمعنى اصح يعني. في ناس بتعمل وناس ما بتعملش، زي ما قلت لكم قبل كده. تمام. يعني احنا بقى في جيل الايام ده ما علينا من احنا من البيت. يعني برضو كل واحدة بتبقى في التربية، يعني سفيرة بيت أهلها في بيت جوزها. يعني كل واحد بتبان من تربية أهلها لها، لأنها طبعا كل بنت بتبقى سفيرة لأهلها في بيت جوزها. تمام. تمام. فالواحدة دي يعني المفروض، أنا عارفة يعني، الله يعلم الله يعلم ان الدين بيقول الواحدة مش ملزمة تخدم اهل جوزها. يعني مش اجباري عليها او مش ملزمة بهم. دي كل واحدة وذوقين او ذوق منها. يعني انما احنا عدنا في عصر انا مش جايه خدامه لاهلك، انا مش جايه. يعني انت لما مثلا تكنسي لحماتك، تعملي لها حاجه، ترتبي لها كاني ماني، ده بينقص منك او بيقلل منك؟ لا بالعكس، ده سيد القوم خادمهم، او خادم القوم سيدهم. يعني الاتنين بنقدم نفس المعنى، بس كل واحدة بتبقى يعني لا صحتها بتنقص ولا حاجة فيها بتنقص، ولا شأنها كمان بل بيعلى. يعني كل واحدة تتقي الله كده في حماتها او في حماها او ايا كان، وت ايه يعني ربنا يجازيها خير. تمام. يعني اللي عندها صبيان مسيرها هتبقى حما، واللي برضو ما عندهاش مسيرها هتقع في موقف يخليها تقول انا عملت ايه في دنيتي. لان حماتي بتقول كلمة بقولك بتعانن على الكتوف. يعني سبحان الله، يعني الحاجة دي بتعان لما يجيله وقته. تمام. تمام. لان بجد يعني هما كلمتين كانوا محشورين في زوري وكنت عايزة اقولهم. فاحنا يعني ما اقولكوش، المهم احنا بقى اتلمينا احنا اللي هو احنا 3 حريم باولادنا. انا بولادي والاتنين التانيين ببنتها. يعني الولد الكبير بره طبعا بيشتغل الله يعينه، والتانية بولادها جوز صبيان، وبدأوا بقى يبلبطوا كأنهم اقول في مصيف. يعني كان يوم الهنا ويوم المن، مع ان احنا كنا بالليل، وكان يعني الدنيا كلها سامعة صوتي وسامعة حسي، لان طبعا انا قاعدة ازعق وكل واحدة
بتقول لولادها اسكتوا، واحنا كنا بالليل والصوت بيسمع. فيعني ما اقولكوش، لان يعني اقول ايه، كل واحدة فينا بقى طبعا قاعدة تقول لي بس يا ابني بس يا بنتي والناس كلها ايه حوالينا اسكت هس، واحنا في الدور الارضي والدنيا سامعة حسنا. المهم عم خلصنا بقى وايه، يعني احنا لنينا او لحماتي قياسين اللي هم لونهم اللي انتوا شايفينه ده، فحطيناهم على بعض وتحت منهم قياس تاني اخضر في بيش كده، وقلنا نغسلهم علشان طبعا اللي ينزل من الصابون او الكلور اللي هو يعني المسحول الاريال على الايه، على على القياس اللي تحت، او يعني نغسلهم فوق بعض عشان ايه، ما نهدرش بتاع كلور وصابون كتير. تمام. فغسلناهم وطبعا ومسكناهم طبقناهم كده وشطفناهم. وحماتي ما بتقتنعش الا لما بتلاقي الرغوة كتير، يعني ان ما كانش الرغوة كتير زي ما على رأي بتوع التيك توكر والكلام من ده، يقولك ايه كتري ومش تستخسري. هو ده بالظبط، حط كتير وكتري، يعني علشان تبان النظافة وتبان الحلاوة اللي ايه اللي فيها بتلمع كده. في نفس الوقت كان يعني كلنا بقى متجمعين وكل واحد ايه محضرين الأسلحة، كل واحد محضر سلاحه، معشته في ايده، مساحته في ايده، فرشته في ايده، هو ده سلاحه اللي ماسكه في ايده، ده عيالنا. لان كان بصراحة كان زي ما يكونوا كانوا بيستعدوا يعني للحظة دي، مش ان هم يعني هيشتغلوا، هم لو منهم مصلحة مش هيعملوا حاجة، يعني مصلحة ايه، هم لسه اطفال، انا بهزر يعني، بس يعني كانوا مستعدين على تم استعداد ان هم يعملوا ايه اي حاجة، وكل واحد يشد الايه المقشة من التاني او المساحة وايه ويشد ويجري ويعمل اللي هو ايه بيعمل. فبنقوم جايبين بقى القياس كده او الحصيره ما اعرفش ايا كان بتقولوا عليها ايه، ونقوم بقى ايه غسلينها وبرمينها زي ما انتم شايفينها كده، ونقوم جايين ايه موقفينها وبالخرطوم وشاطفينها، والشطره بقى بشطارتها اللي تاخدها وايه وتطلع على سور البلكونه بعد ما تشطف، وتفردها على طول علشان ايه تصفي الميه اللي فيها. احنا كنا بالليل قلنا ايه يعني نخلص وننجز كده. انا كنست بالنهار زي ما شفتوا في اول الفيديو، مسكت القيسه دي، طبعا كل واحده كانت في شقتها مسكتهم. طبعا الاول في اول الفيديو خالص زي ما شفتوا اللي هي اوضه حماتي كنستها، يعني كنت الاول بقى روقتها ونفضتها، وما افتكرتش ان انا اعمل كده الا بقى ايه وانا بكنس على الباب. فندهت على بنتي وقلت لها تعالي ايه صوريني. فكنستها وكنست القيسة كنت شايلاهم، وقمت كنسة ايه مطرحهم الصالة زي ما شفتوا كده. وطبعا مديت ايدي زي ما شفتوا برضو، جبت من تحت الكنب، لان كل واحد يعني اقول ايه اللي في ايده حاجة بيركن. انا طبعا لسه مستلمة الاسبوع، من تحت الكنبة بقى جبت زي ما شفتوا كده، وفي اخر الكنيس يعني لميت شوية حلوين كده ايه ما شاء الله عليهم اللهم لا حسن. المهم كنا بقى هنا ايه غسلنا وظبطنا القيسة وطلعناها على الايه على البتاع على على البرندة. خليكم مشاهدين معايا الفرش الكنب زي ما هو ايه ما اشتلتش الفرش، لان هتيجي هنحتاج اللقطة دي بعد كده. انا بقول لكم خليكم مركزين معايا فين في الفيديو على فرش الكنب. طلعنا هنا بقى على البرندة، وكل واحد طبعا اللي بيشد بالمستاحة واللي بيشد بالفرشة وكل واحد ايه برضو عاملين لنا هيصة. وبقينا يا عم خلصنا بقينا نقول احنا في الشارع، يا جاي اهو ارحموني من الصوت علشان الناس كلها سامعاني. المهم بنتي بقى في الوقت ده كانت طلعت ايه تصورهم يعني بتشوفهم بيعملوا ايه، وفي نفس الوقت بتصور ايه القياسين اللي هم هتشوفوهم على البراندة دلوقتي، لانها طبعا ما تصورش الا قياس واحد يعني، واحنا بنشتله كده من فوق التاني ايه يعني من فوق بعض يعني، فما بانش يعني في اول مشهد الا إيه. فده التاني اهو ايه وصورته ودخلت لنا ايه جو. كنا احنا بقى ايه بنشد بقى المية وننشف ونعمل كل حاجة. فصباحنا تاني يوم في اليوم ده بقى وانت بتشتري الفرش كده، كنا رحنا السوق.
بصراحة ربنا يعني. رحت السوق وجيت قلت لها يا روضة انت ما اشتلتش الفرش ده اللي بتاع نانيتكي؟ قالت ايه هشتغل اهوت واشوف، بس مش هقدر بصراحة يا ماما اغسله دلوقتي عشان انا صايم. قلت لها تمام. قالت ايه اشتري الستاير بتاعتنا وبرضو ايه والجناحين بتوع ايه البرقع عشان برضو اشطفهم كده علشان إيه برضو العيد. قلت لها خلاص اللي انت عايزاه اعمل ايه. بس انا جيت بصراحة جينا من السوق ما قدرتناش نعمل حاجة في الوقت ايه الحال. فهي كنا طبعا برضو تاني يوم بالليل ايه شغلت الغسالة زي ما شفتوا كده على اول حاجة الستاير، وبعد كده ايه حطت فرش الكنب اللي هو يعني إيه هي حطت إيه الستاير واي حاجة فاتحة بعد الستاير يعني الالوان بمعنى اصح. وجت بقى غسلت فرش الكنب وشطفته وخلته ايه 100 فل و14. بدأنا بقى في اليوم الثالث. تمام. هي بقى طبعا إيه بعد ما غسلت إيه نشر، وانا نشرت معاها جزء وهي نشرت جزء. بدأنا في اليوم الثالث نزلت طبعا برضو احنا كل ده كل صايمين. المهم برضو ده كان في الوقت ده كنت نفضت السراير وظبطت الحكاية عند حماتي في دي اوضتها ومروحتها زي ما شفتوا. إيه في اللقطة اللي قبل دي كانت المروحة برضو وسخة مسحتها وايه وظبطتها وفرشت الملايات بتاع السراير وايه وقمت جايه قافله الايه الاوضه وقمت سايباها وقمت طالعه. إيه هي كانت المروحه بتاعتها نظيفه شويه يعني كانت إيه نوعا ما كانش عليها تراب كتير ولا حاجه زي بتاعه الصاله زي ما هتشوفوها دلوقتي. إيه كده بقى انا خلصت اوضتها وقلت ايه اما اسيبها تتهوى شويه وايه واطلع للصاله. طبعا المروحه فوق في السقف وانا كنت ايه يعني مش محتارة اجيب اعمل ايه اقف على ايه. ففي ترابيزة رحت شدها ورحت ايه واقفة عليها. كانت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا حسيت ان المروحة دي بقالها كام سنة اقول ايه يلا ربنا يجعله في ميزان حسناتي. وانا واقفة متشعلقة كده فوق ورافعة دراعتي بجد عم خلصت المروحتين. انا ما تعبتش في الشغل قد ما خلصت قد ما تعبت في المروحتين، لان في رفعة ايديا دي بتتعبني والله العظيم. زي ما بحلف لكم كده اني بجد يعني صبحت تعبانه متكتفه ومتكتفه وحاجه نازله بين كتافي كده وجعان من رفعت ايديا والمسح في المروحه زي ما شايفينها كده، لان كانت يعني كانت بجد حاجه صعبه. إيه المهم عما مسحتها ونضفت يعني قعدت عليها مره واتنين وتلاته عما قدرت ايه اوصلها للمنظر اللي انتوا هتشوفوه بعد كده. هي يعني مروحة جميلة ونظيفة. شوفوا المنظر. انا واقفة على الترابيزة دي وكل شوية بحس العيال بتجري حواليا بحس ان انا هقع بالترابيزة. يا حبايبي يا ولاد اسكتوا مفيش فايدة. وبقى فطرتني وطلعت روحي علشان ايه اقدر اوصلها للمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يعني كانت كده بجد بجد والله العظيم زي ما بحلف لكم في الفيديو ان انا بجد صبحت تعبانه فيها ودرعتي وجعاني وكتفت كمان وظهري من ورا. وكل ده حماتي قاعده قصادي زي ما شفتوا كده ايه لمحه معديه كده وقاعده بتدعيلي. وما تنسوش انتوا كمان تدعولي وتحطوا لي لايك وكومنت. ومن هنا حبيت اشكر اهل الجزائر والسعوديه ومصر والعراق ماشي. عشان انا بقول لكم اهو ما تنسوش تحطوا لي لايك زي ما شفتوا في الفيديو اللي قبل كده. يعني وشيروا الفيديو واكتبوا لي كومنتات حلوه. تمام عشان خاطر النبي.